السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. هنكمل النهاردة بقية فرح العائلة الجميل. طبعا معلش أنا بتكلم من بره الفيديو، إن حق الطبع ونشر في الموسيقى والأغاني بيوقفوا لي المشاهدات، بيشيلوا لي الأرباح في القناة، فاضطريت إن أنا أتكلم من بره الفيديو. المهم هتشوفوا دلوقتي رقص العروسين بعد كتب الكتاب زي ما احنا شايفين. معلش أنا بصور من بعيد عشان في ناس بتصور بتاعة الفرح. هنشوف دلوقتي وأنا معاكم لحظة بلحظة. العروسين هنا بيرقصوا رقص رومانسي جميل، ربنا يوفقهم جميعا. دي يا جماعة بنت أخويا الصغير، وده عريسها بعد كتب الكتاب. رقص رومانسي جميل جدا هادي لطيف. طبعا كله مبسوط في القاعة، الحمد لله. الليلة عدت على خير وبقت زي الفل والناس كلها مبسوطة. هوريكم بعد كده رقص الأصدقاء بقى والقرايب وفرحتهم بالعروسين. ربنا يوفق الجميع. اتمنى يا جماعة اللي مشتركش في القناة يشترك ويدوس لايك فضلا وليس أمرا، عشان يشجعنا برضك نصور لكم حاجات جميلة بالنسبة لحاجات القناة، الأكلات والرحلات والأفراح اللي انتوا بتشوفوها دي، والمواقف اليومية اللي الواحد بيشوفها. دلوقتي هو بيفرقوا شربات كده، حاجة سريعة. طبعا كان في بوفيه سيت منيو، لكن أنا ما صورتوش يعني. سيت منيو يعني أكل جاهز في على طبق السيرفيس، مش بوفيه مفتوح. اهو دي هنوريكم الجزء التاني، اتفرجوا عليه جميل جدا. بس عملت فاصل بسيط كده. اهو ده رأس الأصدقاء وفرحتهم بالعريس. اهو هنا ده العريس اللي لابس أبيض على الشمال، كله بيرقص معاه طبعا الأصدقاء وحبايبه، ورقصات جميلة كله فرحان. الأصدقاء والقرايب من العروسين من هنا ومن هنا. فرحة عقبال كلكم جميعا ما تفرحوا باللي عندكم. وده أخو العروسة بيرقص معاه. طبعا دول رقص رجالي كله. كان في رقص حريمي بس ما رضيتش اجيبه طبعا. او العريس بيرقص مع اصدقائه مع قرايبه. دول قرايب العريس برضك. رقصات جميلة ظريفة، ربنا يفرحهم جميعا ويفرحكم ان شاء الله. طبعا التصوير معلش بيبقى صعب شوية لان في كذا واحد بيصور والناس بتروح وبتيجي قدامي، وانت عارفين انا سن كبير فانا بصور يعني ايه لل لمعرفتكم بس بالافراح. صالة الافراح دي يا جماعة قاعة اسمها قاعة الجوهرة، داخل دار المدرعات. قاعة القاعات أفراح داخل دار المدرعات بصلاح سالم. قاعة جميلة جدا، وهي حجز قبلها بفترة. اللي عاوز ممكن نبقى نسألكوا على القاعة سعرها كام وتكلفة الأفراد كام في هذه الفترة. قاعة جميلة جدا. حتى وريتها لكم في الأول قبل ما يخش العروسين، وريت لكم صورت لكم القاعة. والمدخل كمان جميل وناس محترمين جدا وتقديمهم حلو جدا الفقرات كلها دي جي يا جماعة. فقرات كلها دي جي طبعا، اغاني معروفه، فطبعا حق طبعا نشر هيوقفوا لي الفيديو، فاضطريت ان انا اتكلم من بره الفيديو واشرح لكم الموقف بالظبط زي ما انتم شايفين كده. بس العمليه تبقى واضحه برضه. طبعا عشان اخش في وسطهم انا راجل سن كبير، فصعب شويه ممكن يزقوني ولا حاجه. بقيت اصور على قد ما اقدر من بعيد، كله بيبارك كل اللي جاي. العريس بيبارك للعريس، اهو صحابه بيرقصوا، صحابه واصدقائه والقرايب والمعارف. فرحة جميلة عقبال ما يديمها علينا وعليكم.
كل أصدقاء العريس ما بيجوا بيباركوا للعريس والعروسة. لسه برضك هيرفعوه دلوقتي برضك يهزروا معاه ويضحكوه. دي ليلة زفاف يا جماعة بعد كتب الكتاب. طبعا كل واحد بيرقص الرقصة بتاعته. العريس ما شاء الله فرحان ومهيص قوي، الليلة وليلته، لازم كلنا نفرح له، مش كده ولا ايه؟ يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويدوسوا لايك فضلا وليس أمرا. كلنا لازم نفرح لبعضينا، نفرح للعريس وأهل العريس وأهل العروسة وللعروسة. لو عندي أم العريس يا جماعة بترقص معاه فرحانة إن ده ابنها الوحيد. طبعا يعني الفرحة يا رب تعم علينا كلنا، وإن نبقى فرحانين وأيامنا كلها. حتى الستات لوحديهم يا جماعة أنا ما حاولتش إن أنا إيه أصورهم. صورت الرجالة، ودي والدته تقريبا وخالته حاجة زي كده تقريبا. فرحانين بيه لأن هو يعتبر الولد الوحيد. اه، دي والدته اللي لابسة أسمر، والتانية خالته. فرحانة بيه، ربنا يحميه لها ويحرسه لها ويدومها نعمة علينا كلنا، وكلنا نبقى عايشين في فرح وسعادة. مم. هي بتبقى ليلة العمر. إن شاء الله الفرح يعم على كل الناس اللي بتتفرج، ويدعو لهم بالسعادة والسكن والمودة والرحمة. أو كل مجموعة كل مجموعة يعرفوا بعض ويشافوش بعض بقالهم فترة بيفرحوا مع بعض. إذا كان قرايب صحاب أصدقاء في الشغل، أصدقاء في المنطقة، في جنب السكن، جيران، أو كله بيجتمع يا جماعة. الفرح بيبقى جميل. الفرح بيبقى جميل، والنفوس يا جماعة هنا بتبان الحلوة من الوحشة. خلي بالكم في النفوس في المواقف اللي زي دي. الفرح ده موقف من ضمن المواقف اللي في الحياة. الفرح وبعد عنكم الميتم برضك بيبقى موقف من مواقف الحياة. الجواز موقف. فبنعرف نفوس الناس في الوقت ده بتبقى عاملة ازاي. ادي في فقرة تالتة هنجيبها لكم. شوف فرق رأس مع فعملت فاصل ليها، وان شاء الله ايه تعجبكم. ادي برضك الرأس هنا شد شوية بقى، كله سخن بقى. ها كده الرقصة دي كانت بعد الأكل على طول تقريبا. كله بقى كل وسخن بقى، قال لك يلا. طبعا في سائع شربوه وشربوا وكلوا الجاتوه وكلوا الباتيه وبتاع. ها فايه قال لك يلا بقى ايه نهدم. قاموا رقصوا تاني اهو. في موقف تاني هوريه لكم بعد كده الفقرة التانية بس مش دي. اللي هو تقطيع التورتة يا جماعة، والخروج وركوب العربية الجيب اللاند روفر بره. هوريكم في الحلقة اللي جاية، يعني في الفيديو اللي جاي. فاستعدوا برضك تستنوا الفيديو اللي جاي شكله ايه. اخر فيديو اللي جاي يعني هو عملت قسمت الفرح على 3 فيديوهات. الفيديو الاولاني اللي هو اللي شفتوه، وده الفيديو التاني بتاع الفرح، وهجيب لكم الفيديو التالت هجمعه لكم برضك. بس يعني اعذروني لو في طبع ونشر في ناحية الموسيقى بيوقفوا لي الفيديو. ما ب... يعني ما بستفدش منه. فاضطريت ان اتكلم من بره الفيديو. المهم ان انتوا تشوفوا الايه اللي الناس فرحانة بموقف العريس والعروسة. هنشوف برضك اهو. كله سخن جامد بقى بعد اهو مسكوا مسكوا العريس بيرفعوه لفوق. ربنا يستر ربنا يستر.
ربنا يستر. العروس بيدهروح. ها، قال له: انت مش عايز تفرح؟ تعالى بقى نفرحك. بيقول للمجموعه تروح ماسكه رافعاه لفوق ويقلبوه ويجيبوه من هنا ولهنا. هو طبعا عمليه صعبه شويه بس ايه، بهدلوا له هدومه. وحتى اللي راح يظبط هدومه شويه بيهرب منهم، يروح يجيبوه وراه برضك، بيمشي وراه يجيبوه اهو. شفتوا اهو. بس الحريم لوحديها بترقص لوحديها اهو. هيهرب منهم، بيشدوه بيقول لهم: حرام عليكم، حرام عليكم هتبهدلوني. القميص خرج، القميص خرج من من البنطلون. برضك هو بيشدوا فيه يا جماعه، هيرفعوه برضك تاني، مش عايزين يسيبوه. ده في ساعات مسخره للعريس اكتر من كده، يقلبوه من فوق لتحت او بينططوه. دلوقتي رقصة التنطيط. عملية بتبقى مضحكة وصعبة، كله فرحان الحمد لله. يا جماعة النفوس الوحشة بتبان في الفرح، اللي يبقى جاي كده بس منظرة وبتاع، لا، انما دول اصدقاء نيتهم حلوة صافية. يعني العروسة مع بعضيها اهي صورتها لكم بسرعة اهي، بترقص لوحديها مع الحريم. ماشي، قرايبها وقرايب العريس وقرايب العروسة واخواتها، ولاد خالتها ولاد عمها، كلهم بيرقصوا مع بعضهم. دول في مكان ودول في مكان جنب بعض. الاحترام واجب يا جماعة في المواقف اللي زي دي، وكل واحد يبقى ايه يعني محافظ على البيئة بتاعته والمكان بتاعه والإخوة والقرايب. افرحوا وباحترام، الفرح يكون باحترام. برضك هم عايزين يجروه، هم عايزين يجيبوه يا جماعة في الدايرة، في نص الدايرة عشان يرفعوه. هو بيهرب منهم، هو عارف لو جه في نص الدايرة. ها، اهو، لو جه في نص الدايرة يروح رافعينه. اهو بيحاولوا ايه، يشوشوا بعض. تعالى تعالى بس نجره هنا في النص، لان انا كنت واقف وشايف الموقف، انا بحكيه لكم اهو. اتنططوا كده 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 هنا، يروح جرينه في النص عشان يرفعوه. وهو خايف يتشقلب. ايه، فكادوا واحد قريبه اهو، الموضوع هدي شوية. بيفكروا هيعملوا ايه، شباب بيدبروا له حاجة، خلي بالكم، بيدبروا له تنطيطة حلوة يعني جامدة. انتوا شايفين كده؟ هنشوف. هي القاعة كبيرة وجميلة جدا، أضواء وحاجات جميلة جدا، الموسيقى رائعة جدا برضك. م? موسيقى الرقص جميلة، بس طبعا حق وطبع ونشر، فمش هقدر أجيبها لكم. احنا إن شاء الله كده هنخلص آخر الفيديو خلاص. ماشي، عايز أغير الموسيقى عشان يتنططوا. دي آخر حاجة يا جماعة في الإيه، في الرقص. إن شاء الله ما تنسوناش تشتركوا في القناة، هجيلكوا كل جديد من أكلات ورحلات وفنادق وأفراح ربنا يدومها علينا جميعا أهو. العروسة رجعت تاني، وقفت معاهم، حاجة بسيطة كده عشان يختموا الرقص ده. أو العريس واقف هناك أهو، عايزين يعني إيه، يخلي العروسة والعريس يرقصوا مع بعض في النص. إيه، رقصات جميلة. ربنا يفرح الناس جميعا. طبعا تصوير فيديو وتصوير فوتوغرافي، تصوير بالموبايل، كل واحد بيصور اللي عايزه. وإن شاء الله إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.